ثلاثة أسرار في آية الكرسي: الشفاء، الرزق، الحفظ. سنتعرف عليها اليوم من خلال أعظم آية في القرآن الكريم، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة. أعظم آية من القرآن أيها الأحبة. انظر معي أخي الحبيب، هذه الآية تبدأ باسم من أسماء الله الحسنى وهو الله، وتنتهي باسم من أسماء الله الحسنى وهو العظيم. لذلك إذا أردت العظمة والرفعة والعزة عليك بقراءة هذه الآية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أعظم آية من القرآن. طيب لماذا؟ أولا لأن فيها التوحيد، وفيها صفات الله، وفيها الحفظ، وفيها أيضا الرزق والشفاء. هذه الآية أخي الحبيب هي جزء أساسي من أي رقية شرعية. النبي كان يقرأها كجزء من الرقية الشرعية على نية الشفاء، فإذا قرأتها على نية الشفاء يشفى هذا المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. تبدأ باسم الله، لا إله إلا هو. هنا التوحيد، هذا هو التوحيد. فأنت عندما تقول الله لا إله إلا هو، إذن أنت وحدت الله، وهذا أهم جزء وأهم عمل في الإسلام، أن تكون موحدا. الحي القيوم، حي وقيوم. ما معنى الحي؟ لا يموت. فما دام لي إله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحيي قلبي ويمنحني الحياة ويراني دائما لا يغفل عني. القيوم هو القائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى. فهذا الحي القيوم لا يغفل عن كونه ولا يغفل عن عباده، لذلك هو سيرزقني. هذا الحي القيوم سيشفيني، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، لا ينام سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة هي بداية الغفلة، عندما يقود الإنسان سيارته ويكون متعبا تأخذه بداية الغفلة. هذه السنة البسيطة جدا لا يمكن أن تأخذه سبحانه وتعالى. فهذا يعطيني إحساس أنا كإنسان مؤمن أن الله يراني دائما لا يغفل عني، لذلك يرى معاناتي، يرى مرضي، يعلم كل شيء، فهو القادر أن يشفيني سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الإله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي حتى رزقي بيده. كل ما يصيبني بيده، كل شيء في الكون، كل شيء على الأرض هو ملك لله وليس ملك لنا، لأننا سنغادر هذه الأرض ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا أيها الأحبة، عندما أعتقد أن الله له كل شيء في الكون، له ما في السماوات وما في الأرض، إذن هذا الإله قادر أن يرزقني لأنه غني سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما معنى هذه الكلمات الرائعة؟ يعني من هو القادر أن يشفع عنده إلا بإذنه هو سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد. لذلك الذي يشفع لك هو عملك، هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد، حتى الأنبياء والملائكة، أن يشفعوا لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا الإله الذي يعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم قادر أن يعلم من يريد أن يمكر بي فيحفظني، يعلم من يريد أن يسيء إلي فيصرف عني هذا الشر سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحان الله. يعني لا يتحرك شيء إلا بأمره، ولا معلومة يأخذها إنسان إلا بأمره عز وجل وبإذنه.
وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان كرسي الرحمن أكبر من السماوات والأرض، فكيف بعرش الرحمن وكيف بالله عز وجل؟ لذلك نحن في الأذان دائما نقول الله أكبر، يعني من كل شيء. ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما. هذا الإله لا يعجز عن حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. فهذا العلي العظيم الذي لا يعجز عن حفظ الكون والأرض لا يعجز أن يحفظني، لا يعجز هذا الإله أن يرزقني.